السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة الثانية من كرة مع اليمين، تحليل مباراة النادي الأهلي الداخلية. في مباراة من الشوط الثاني فقط، الأهلي بيتغلب على الداخلية برباعية ليواصل تربعه على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. طبعا النادي الأهلي دخل المباراة بتشكيل 4-2-3-1، فرقة معتادة حسام بدري، شريف إكرام في وسط المرمى، على يمينه أحمد فتحي وعلى شماله صبري رحيل، اتنين مدافعين سعد سمير وأحمد حجازي. في نص الملعب حسام عاشور وعمرو السولية، في القلب عبد الله السعيد، على يمينه أحمد حمود وعلى شماله ميدو جابر، تحت مهاجم وحيد عمرو جمال. طبعا زي ما الناس كلها شافت، شوط أول خالي من أي لمحات هجومية للاعبي النادي الأهلي أو أي محاولات جماعية، باستثناء أحمد حمودي اللي كان بيحاول من أول دقيقة في المباراة، وكان له 3 محاولات على المرمى في الشوط الأول. وكان في كورة منظمة كان بدايتها من عند أحمد فتحي، طبعا دخل نص الملعب هو وعبد الله السعيد وميدو جابر وأحمد حمودي اللي كانوا بيشكلوا خطورة في الشوط الأول على مرمى النادي الداخلية. الكورة بتاعت أحمد فتحي كانت اتباصت لأحمد فتحي محمودي لعبد الله السعيد اللي بيلعبها لميدو جابر، بيحطها تشيب هاي السكس يارد لعمرو جمال اللي بيتعامل معاها بكل رعونة. طبعا الكورة دي ما بتتعملش من مهاجم النادي الأهلي، هي النادي الأهلي ما بيعملش كور زي كده، يعني أنت عامل إيه؟ المفروض كورة زي كده بتخلص. شفنا عماد متعب طبعا لما كان لسه في عز مجده، كان كور زي دي كانت خلصت في الجون على طول. النادي الداخلية بقى الشوط الأول كان كل اللي بيعمله الكور إن هو كان بيهاجم من الناحية بتاعت مصطفى محمد طبعا اللعيب بتاع نادي الزمالك، كان بيلعب في المنطقة اللي في ظهر ميدو جابر وقدام صبري رحيل. المنطقة دي الداخلية كان كل شغله عليها الشوط الأول. وكان أحمد سمير فرج من ناحية الشمال هنا، يعني المباراة دي لو كان بيلعب محمد هاني على أحمد سمير فرج، النادي الداخلية هيقدر يشكل خطورة كبيرة على النادي الأهلي. وكان اللاعب بتاعهم اللي هو صنبوري كان شغال بيشتت في نص الملعب هنا، كل الكور كانت بتشتت في الأرض، ما كانش في أي خطورة النادي الأهلي. بداية الشوط التاني طبعا كابتن حسام بدري لحد الدقيقة 56 دخل بنفس التشكيلة لحد ما قرر إن هو يدفع سليمان كوليبالي بدل عمرو السولية. طبعا لما دفع بسليمان كوليبالي مكان عمرو السولية، تحولت الطريقة ل4-1 أو 4، مش 4-2-2-2. رجع عبد الله السعيد نص الملعب ودخل سليمان كوليبالي المهاجم التاني جنب عمرو جمال. في الدقيقة 60 الكرة بتاعت سعد سمير، شفنا سعد سمير بينطلق الكرة من نص الملعب وبيتحرك كوليبالي وبياخد معاه 2 مدافعين، مدافع الداخلية، اتحرك وسعد سمير الكرة تسديدة من هنا، هدف أول للنادي الأهلي. طبعا بعد الهدف الأول استمر النادي الأهلي في الضغط بتاعه، والنادي الداخلية فتح صفوفه وكان بيحاول يرجع للمباراة ويتعادل، لحد ما قرر الكابتن حسام بدري في الدقيقة 62 إن هو يدفع بالتغيير التاني بتاعه وليد سليمان بدل عمرو جمال عشان ترجع الطريقة ل4-2-3-1. ينزل وليد سليمان مع عمرو جمال عشان الطريقة تبقى 4-2-3-1. في الوقت ده اشتغل أحمد حمودي في المركز 10 مكان عبد الله السعيد، وكوليبالي كان مهاجم وحيد. ومن ضربة حرة مباشرة أول كورة لوليد سليمان كان في الدقيقة 70 بيحط هدف عالمي في أول ضربة حرة، وتقريبا ما بيعملهاش في الدوري غير وليد سليمان دلوقتي، عشان يحرز الهدف السادس ليه في الموسم والثاني للنادي الأهلي عشان النتيجة تصبح 2-0. بعد الهدف الثالث النادي الأهلي في المباراة شكل كوليبالي خطورة على مرمى النادي الداخلية، شفناه في أكتر من كورة، في كورة في العارضة وباكورد، بس للأسف كان فريق القوانين، لحد ما الكورة قررت إن هي تكافئ كوليبالي على مجهوده في 35 دقيقة اللي لعبهم بإحراز الهدف التالت للنادي الأهلي في الدقيقة 79. بعد كورة كانت رايحة من عبد الله السعيد كان بيلعب في المنطقة دي هنا، وشفناه في كورة الهدف عرضية لسليمان كوليبالي عشان يحط الهدف الثالث للنادي الأهلي والأول لسليمان كوليبالي.
طبعا بعد الهدف المباراة كانت خلاص النادي الأهلي اكتفى بالنتيجة، وكان بيهاجم عشان خاطر يحرز الهدف الرابع، ومن الحسنة الوحيدة اللي عملها صبري رحيل في الدقيقة 93 عرضية كوليبالي عشان تنتهي المباراة 4-0 للنادي الأهلي، ويواصل تصدره لجدول ترتيب المباراة. أرقام اللعبة بتاعت النادي الأهلي في المباراة الداخلية: شريف إكرامي بيوصل للكلين شيت رقم 20 ليه في الموسم، 23 مباراة لعبهم بشكل أساسي. الناس كلها شافت شريف إكرامي. كوبر كان استدعاه في مباراة توجو عشان يبقى هو بيمهد إن هو يدخل الحارس الأساسي لمنتخب مصر. سعد سمير بيوصل لهدفه الثالث في الموسم ده، بيوصل لقائمة أكتر مدافع تشتيت للكورة برصيد 174 مرة. سعد سمير بقى أكتر مدافع تشتيت للكورة. أحمد حجاز طبعا كان عمل مباراة هايلة، كان أكتر لاعب عمل تمريرات صحيحة في المباراة 76 تمريرة. أكتر لاعب قام بعمل تمريرات طولية 15 مرة للأمام، نسبة الدقة بتاعته كانت 53%. فاز ب9 التحامات هوائية، وصنع فرصتين محققتين لأول مرة في مباراة واحدة. حسام عاشور ماكينة قطع الكرات في نص الملعب، أصبح أكثر لاعب بيكسر حاجز ال1000 تمريرة صحيحة، وفي المباريات الداخلية من أصل 70 تمريرة قام بعمل 4 تمريرات خطأ فقط، معدل الدقة بلغ 94%، وقام بقطع 10 كرات من الخصم. ميدو جابر بقى كان المشكلة كلها إن هو بيلعب على الخط، ما كانش بيحاول يدخل الملعب، ما كانش بيحاول يدخل العمق زي حمودي. يعني شوف حمودي كان بيحاول يدخل عمق الملعب مع عبد الله السعيد ووليد سليمان بعد نزوله، لكن ميدو جابر كان بيلعب على الخط. ميدو جابر أرقامه في المباريات الداخلية قام بعمل 4 مراوغات صحيحة، ودقة تمريراته كانت 83%، وتمريراته الطولية 2 بنسبة 100%. أكتر لاعب في الرباعي الأمامي قطع الكرات من الخصم كان 6 مرات، وخلق فرصتين لزملائه، كان عدد عرضياته 5، ونسبة الدقة بتاعته 60%. عبد الله السعيد وصل للأسيست رقم 6 ليه في الموسم ده، علشان يتساوى مع أحمد شكري اللاعب المصري، أكتر 2 لعيبة عملوا أسيستات في الدوري. أحمد حمودي في المباراة اللي دي لعب في 3 مراكز. شفنا حمودي بدأ المباراة كان بيلعب وينج يمين الدقيقة 45، أول 45 دقيقة لحد الدقيقة 62 كان بيلعب في المركز 10، يعني هو لعب جناح يمين الشوط الأول كله، من الدقيقة 45 للدقيقة 62 كان بيلعب جناح أيسر، ومن الدقيقة 62 بعد خروجه قبل خروجه كان بيلعب صانع ألعاب في المركز 10. دقة تمريرات القصيرة 77%. التمرير الطولي بتاع حمودي كان الدقة بتاعته 50%. عمل 3 مراوغات ناجحة، قطع كرات من الخصم كان 5 مرات، ليه 5 محاولات على المرمى بنسبة 70%، خلق فرصة لزملائه. كوليبالي طبعا عريس المباراة. يعني الناس شافت سلمان كوليبالي كانت بتهاجم لحد المهاجم كابتن حسام بدري إن هو لازم يبدأ بكوليبالي. فلما نزل كوليبالي طبعا الناس كلها شافت هو عمل ايه، الفرصتين هو جابهم. أرقام كوليبالي بقى من المباراة: كوليبالي أحرز هدفين في 35 دقيقة، 80% دقة تمريراته، فاز ب3 التحامات هوائية، أحرز هدفين، ليه 8 محاولات على المرمى، ودقة محاولاته 50%، وارتكب فاول واحد حصل على فاول واحد. وبكده تكون خلصت الحلقة التانية من كورة مع إيمان. أشوفكم في الحلقة الجاية. السلام عليكم.